السلام عليكم. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض بيتي فور. مش هيكلفك جنيه واحد، من غير حليب ولا بيض ولا زبدة، وهيطلع هش ودايب جدا، وهنعمله بالمية. عايزاكم تجربوه وبجد هتنبهروا بالنتيجة. في 5 دقايق هتعمليه. يعني حابة تشربيه مع الشاي، تعمليه بالشوكولاتة بالمربى، يعني في أي حاجة جميل جدا وطعمه حلو ودايب. يلا كده ندخل على الطريقة على طول. بس ما تنسيش تسمي الله وتصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنا عندي كوباية من السمنة. السمنة الموجودة عندك في المطبخ. عيري كده الكوباية بتاع المج الشاي اللي موجود عندك ده، زي اللي انت شايفاه أكيد موجود في أي بيت. هتعيريه وتدخليه الفريزر 10 دقايق، وبعد كده هتطلعيه وهتنزليه في البولة بتاعتك، عليها نص كوباية من السكر البودر. هنضرب كده بالمضرب اليدوي. عايزة تضربيه بالمضرب الكهربائي اعمليه، في العجان براحتك، المتاح عندك اعمليه. بس النهارده حبيت اعمله بالمضرب اليدوي علشان ما توقفيش على حاجة، وهو سهل وبسيط وما بياخدش معانا وقت. هتضربيه لغاية ما يفتح لونه. بعد كده هنزل بمعلقتين من الزيت. المعلقة دي اللي كنت انا غرفة بيها السمنة. معلقتين من الزيت اللي هيديها كده هشاشة حلوة. ادعكيهم كده مع بعض. وبعد ما نزلنا بالزيت هننزل بكيس فانيليا. النهارده هنعمل بيتي فور الفانيليا، وعليه ربع كوبايه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه، ودوبيهم. اضربي كده بالمضرب لحد ما يدوب معاك السكر كويس. هنزل هنا بنص معلقه صغيره بيكنج باودر او كيك شيف. ما تزوديش عن نص معلقه، ورشه من الملح علشان الرسمه ما تروحش منيكي. هنا بعد ما ضربنا كل المكونات هننزل بالدقيق. هنا عندي 3 كوبايات من المج اللي انا عيرت به السمنه. المج كده مسحاه يعني من فوق كده، مش هرمي، لا تمسحيه، تعيريه كده وتمسحيه. 3 كوبايات هنزل بنص الكميه، وباقي الكميه اللي هنزل بالتدريج، علشان طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني. ممكن تستخدمي 3 كوبايات، وممكن تستخدمي كوبايتين ونص، وممكن تستخدمي كوبايتين الا ربع، وممكن تستخدمي 3 كوبايات وربع. يعني على حسب نوع الدقيق. انا اللي اخد معايا ال3 كوبايات كلهم. نزلت كده بيهم بالتدريج. حطيت نص الكمية ونص الكمية التانية شوية شوية، لحد ما اشوف البسكوت بتاعي المرحلة او النتيجة اللي انا عايزاها. طبعا انا النهارده اللي هعمله في الكيس الحلواني. وطبعا الكيس الحلواني بيحب البسكوت يكون طري كده عشان ينزل معاكي من الكيس. لو انت هتعمليه بالمكنه طبعا هتزودي معلقه او معلقه ونص. لو علشان طبعا المكنه بتختلف عن الكيس. ادي هنا حطيت 3 كوبايات. واللي هنجيب باقي التيب بتاعنا اللي هو بتاع بلح الشام اللي انت شايفينه كده. وهجيب الصينيه بتاعتي، طبعا صينيتي مش مدهونه اي حاجه علشان طبعا البيتي فور فيه سمنة، وهينزل معاكي بكل سهولة. هندخله طبعا، هنقطع الصواني دي كلها. هيجيب معايا كمية حلوة زي هتشوفوها اللي هوريها لكم. طبعا فرني انا هكون مشغلاها على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. طبعا مش هشغل الشواية الا قبل دقيقتين كده لحديها درجة خفيفة من اللون. انا مش عايزاه من فوق يكون احمر، بس من تحت عايزاه يكون احمر. يعني ال3 كوبايات ما شاء الله جابوا كمية حلوة جدا. وادي البيتي فور يعني بالمية، ما كلفنيش اي حاجة، لا حليب ولا زبدة ولا بيض، وطعمه حلو جدا في الشاي. عايزة تعمليه ساعات تخليه سادة خليه، عايزة تعمليه بالمربى بالشوكولاتة بالنوتيلا اي حاجة اعمليه براحتك. انا بس حبيت اخليه سادة. هنا حبايبي بعد ما طلع من الفرن اخد معايا حوالي 10 دقايق في الفرن اهو. شايفين لونه من تحت ذهبي ومن فوق فاتح. ادي الكمية اللي جابها ال3 كوبايات، كمية حلوة ومحترمة وهش ودايب وجميل جدا. عايزاكم بقى تجربوه، وانا متأكدة انه هيعجبكم وهتعملوه على طول. ادي ولا هتكلفي بيض ولا حليب ولا زبدة، عملناها بالسمنة، السمنة اللي عندك اللي في المطبخ، سواء سمنة صفراء او بيضة الموجود عندك اعمليه.
شايفين النتيجة حلوة ازاي؟ ما شاء الله. يلا حبايبي كده الفيديو بقى ايه انتهى. اقول لكم السلام عليكم.